الفيديو ده غالبا انا هنزله من غير مونتاج. انا كنت عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي نقطه لو عايز تتعلم اي حاجه، اي حاجه في الدنيا. بغض النظر طبعا في شويه حاجات تانية لازم، يعني في حاجات سوري اولانيه لازم تعملها، لازم تكون مستعد بقى، ولازم تكون عارف اهميه الحاجه اللي انت عايز تتعلمها دي عشان تفضل مكمل فيها، ولازم يكون عندك عزيمه، ولازم توفر لنفسك اجواء معينه وتضغط على نفسك، لان العلم بيجي غصب ما بيجيش بالحب، يعني الا لو انت شخص بتحب العلم، فغالبا هيبقى سهل بالنسبه لك انك تعمل الموضوع ده. بس في شق تاني، شق ان مثلا مروان انا عايز اتعلم جرافيك ديزاين، فانا اروح قايل لك اوكي، آه، حلو عظيم، اتعلم جرافيك ديزاين. ايه بقى فكرتك عن الجرافيك ديزاين؟ او عايز تتعلم جرافيك ديزاين عشان تعمل ايه؟ عشان انت شايف نفسك فين مثلا، او هو فين من حياتك؟ يعني انت هتتعلمه عشان انت عايز تتعلمه عشان تشتغل بيه، ولا انت عايز تتعلمه عشان بس يبقى حاجة سكيل موجودة معاك؟ ف فبنبدأ نقول العلم ده هتتعلمه منين؟ فتروح قايل لي والله انا نزلت كورس فوتوشوب، كورس الستريتور، و... وهدوس يا معلم. طيب هقول لك كده انت بالظبط عامل زي آه... او مش عامل زي، هقول لك موقفك ده بالظبط 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 كأني جبت لك كرسي، تمام، عبارة عن رجلين وقاعدة وظهر، الكرسي ده متفكك، وقلت لك اعمله لي كرسي، ورحت من جايب لك مسامير وشاكوش والدباسة بتاعت المسامير، بص، وظبطت لك، جبت لك كل التولز اللي انت عايزها بنسبة 90%، 99%. انا مش عايز اقول 100% عشان الله اعلم، بس بنسبة فعلا 99% انت مش هتعرف تعمل كرسي، ولو عملته هيبقى اي كلام، يعني هيبقى فيه مشاكل، وغالبا محدش عارف يستخدمه. هي دي بالظبط فكرة العلوم، انت معاك تولز بس معاكش علم، فهتعمله ازاي؟ والدنيا دي كلها متكونة، او اي حاجة، اي منهج في الدنيا في لازم العلم كده اللي هو متكون منه لازم يكون في علم بحت، علم تطبيقي، علم اللي بيتسمى ايه، في علوم بحتة، وعلوم تطبيقية، وعلوم تجريبية. آه، التطبيقية ان احنا بناخد العلم البحت دوت بقوانينه ونبدأ نطبقه في ابلكيشنز معينه، يعني مثلا في التصوير، في البروجرامينج، في مش عارف ايه، انت اكيد بتدرس جبر، وبتدرس تفاضل، وبتدرس تكامل، فبتدرس ماث 1 و 2 و 3 و 4، وفاهم تاخد درجات عاليه جدا من العلوم البحته اللي هي علوم مجرده خالص. بعد كده بتبدا تعمل بيها ابلكيشنز بقى، تخش في البروجرامينج، وتخش مش عارف في كذا حاجه. في علوم اللي هي الامبيريكال، دي العلوم اللي هي ما بتجيش بقى من القوانين، بس انت حاجه ما تعرفش تمسكها، يعني حاجه ملهاش قانون معين. فدي مثلا بتبقى جايه من الاحصاء، فبنحاول دي بقى، يعني دي سبحان الله بتبين عجز الانسان، يعني طبعا احنا اي علم هيبين عجزنا، بس دي بتبين عجز الانسان ان هو فعلا مش عارف يعمل الحاجه الفلانيه دي. ف فده العلم، العلوم عامه، العلوم في المطلق لازم ولابد واساسي انها تخدم الحاجه اللي انت هتطبق عليها. فمينفعش زي ما قلنا كده اديك شاكوش ومسامير واقول لك اعملي ترابيزه، تصلح لي كرسي، ما عندكش العلم البحت، ما عندكش الفاندمنتالز هي ايه، انت عارفش الكورس ده بيتكون من ايه. نفس الكلام في الجرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين الموضوع فيه يعني ايه، في الفاندمنتال او الفاندمنتالز بتاعت الجرافيك ديزاين اللي اتعملت من سنين، لان الفوتوشوب والإليستريتور ما كانوش موجودين مثلا من 20 سنة، من 50 سنة ما كانش، ولا من 100 سنة ما كانش فيه طباعة مثلا، فاهم؟ يعني الموضوع ليه أبعاد كتيرة. فالفاندمنتالز دي حطت زي أسس للعلم، يعني ايه خط، يعني ايه باترن، يعني ايه شيب،
يعني ايه تكست، يعني ايه فونت، وايه الفرق ما بين الفونت والتايب فاميلي مثلا. دي كلها فاندمنتالز، حاجات اساسيه بتفهمك يعني ايه كومبوزيشن، يعني ايه تكوين اصلا. طيب خلصنا الجزء ده، عرفته وشربته وفهمته، وده جزء غلس جدا، وهتحس ان هي بديهيات. الخط هو خط، بس انت تكتشف ان الخط ده لوحده ممكن يعمل لك تكوين. دي الناس اللي هي بتدرس علوم غالبا بتبقى اسمها تجريديه، اللي هو بيجرد الشيء بالعناصر الاوليه او الاشكال الاساسيه. الناس دي بتبقى فاهمه قوي ان ازاي الفاندمنتالز دي حاجه مهمه. يعني الخط ده ممكن اعمل بيه لوحه كامله، انا ماشي بس بخط. ف مش عايز يعني احس ان انا بكبر الموضوع، بس القصد ان دي حاجه مهمه ان انت تبقى عارفها. آه، ما تنطش يعني على طول للتطبيق. وحتى التطبيق محتاج منك انك يكون عندك مش تولز بس. بنطلع الليفل اللي بعده، البرنسبلز. الناس كده اتجمعت مع بعضها وقعدوا يدرسوا كده الحاجه دي شكلها حلو، الحاجه دي شكلها وحش، الحاجه دي شكلها حلو، الحاجه دي شكلها وحش، التصميم ده شكله حلو، التصميم ده شكله، طب ليه، ايه السبب؟ بدأوا يتفقوا على اسس او مبادئ. المبادئ دي م- هم اختلفوا فيها كتير. يعني في اللي قالك دول 14 مبدأ، وفي اللي قال اقل، وفي اللي قال اكتر. المهم ان احنا عندنا زي ليست كده فيها المبادئ دي. هم اتفقوا كلهم ان هي دي، ايوه الكونتراست، الحاجه اللي فيها كونتراست دي مهمه. طب امتى انا اصلا اعمل كونتراست وامتى ما اعملش كونتراست؟ يعني انا لو عايز ابرز شيء مهم، لو عايز ابرز تضاد، او عايز ابرز حرب مثلا ما بين حاجتين عنصرين عندي في التكوين بتاعي، بعمل كونتراست. طب انا لو عايز ابدي تجانس بقى وتداخل وخلافه، غالبا هروح للمدرسه التانية. انا مش هعمل كونتراست بس هعمل جريدينت، يبقى في حاجه سموز ماشيه في التصميم. الاسس دي انت بتفهمها عشان يبقى في الاخر الفرق بينك وبين شخص تاني، انتوا الاتنين بتبصوا على حاجه تقولوا الله الحاجه دي شكلها حلو، انت بتبقى عارف هي شكلها حلو ليه، هو مبقاش عارف شكلها حلو ليه، بس هو عاجباه. اوكي، فانت هنا بتعلى ليفل تاني. بعد كده تطويع الادوات بقى. يعني انت لو في ناس رسامين بيشتغلوا ببرنامج الرسام بتاع مايكروسوفت، يعني ما يفتحوش فوتوشوب، ما يفتحوش السلايدر، ما يفتحوش اي حاجه من الحاجات دي، ما يفتحوش اي سوفت وير حديث، لا بيستخدموا الحاجات القديمه. طب هما ليه جامدين وبيطلعوا حاجات جامده جدا؟ ممكن تخش على اليوتيوب تشوف حاجه زي كده. هما ليه جامدين؟ هو مش فارق معاه التول هي ايه. انت اديتني قلم رصاص، عارف كده، زي اللي بينزل يجيب ادوات عشان فاكر ان هو كده يبقى رسام. لا، الادوات مهمه طبعا، بتسهل عليك اكيد، بتديك تاثيرات معينه 100%. كل ما يكون عندك ادوات اكتر كل ما ده هيثقل مهارتك او هيبينها. بلاش فكره ان هي بتتظبط، لا لا لا، خلينا في حته ان هي هتبان وهتظهر اكتر. فالتول نفسها مش مشكله، التول نفسها انت ممكن تتعلمها بسهوله. وغالبا استخدامك للتول بيجي بالتجربه بقى، انك تقعد تطبق كتير، تطبق كتير، تطبق كتير. اللي مش بيجي بسهولة انك تبقى فاهم اصلا ان في علم بحت، وان في علم تطبيقي، وان في علم تجريبي، وان في حاجات اساسية لازم تبص عليها وتفهمها وتعرفها. عامله الناس مثلا بتوع السيلز او الماركتنج، حلو انك تبقى عارف تولز. انا يعني في تولز كتير جدا ليهم بيستخدموها في الاناليسيس بقى والاس اي او انا مش متخصص قوي في الماركتنج، بس هما بيبقوا عندهم تولز كتيره. بس في علم، خصوصا مثلا لو حد بيشتغل سيلز مثلا وشغلته معتمدة على النيجوشيشن. يعني مش بقولك سيلز حاجة بسيطة اللي هو عادي حاجة عرض وطلب فهو بس موجود عشان يرد على المكالمة يقول اه في او ما فيش. لا، انا بكلمك في حد بينيجوشيت وبيروح يعمل ديلز. الشخص دوت كونه بس عارف شوية حاجات، بيعرف يشتغل بالاكسل، بيعرف يقول ارقام، مش عارف ايه، ده مش كفاية. هو لو متعلم سايكولوجي دي، ده الاهم، ده العلم البحت بالنسبه له. يبقى فاهم دماغ الشخص اللي قدامه دي ايه عشان يعرف يدخل له، يبقى عارف انا هتكلم مع مروان كذا، انا هتكلم مع فلان كذا، ده مدخله كذا وده مدخله كذا. في ناس بتروح والله للغه الجسد، ان يعني هو يبقى حاول. لغه الجسد ده علم في الاول وفي الاخر. آه
يعني زي ما بنقول كده، يعني حتى علم تطبيقي، لا ده تجريبي، اللي هو إن احنا تقريبا متفقين ان الحاجه الفلانيه دي او الاشارات الفلانيه دي لما بتتعمل مع بعضها يبقى الشخص ده كذا. بتحصل عادي جدا. ما تفتكروش يعني الموضوع ايزي. ف اللي عايز اقوله في الاخر ان شغلك او شغفك تجاه شيء عايز تشتغله او تعرفه او تتعلمه، محتاج منك تبقى فاهم ان ارخم حاجة هي بداية اي علم. وان الدنيا مش بتتنط كده على طول. اوعى تفتكر ان في مجالات اسهل من مجالات طبعا، وفي مجالات دراستها اسهل من مجالات تانية، بس كلهم ليهم صعوبتهم، كلهم ليهم طريقتهم، وكلهم ليهم اساسياتهم. فما تفتكرش ان انت هينفع تنط الاساسيات وتبقى جامد. في ناس خصوصا في الحاجات اللي هي ليها علاقه بالاذواق اكتر، او ليها علاقه بالعين، في ناس عينها كويسه وتقدر بسهوله تبقى بتظبط الحاجه بعينها كده، حاسس ان هي تمام. بس هو هيفضل طول الوقت مش عارف هو ليه الحاجه دي تمام. هي الناس حباها وشايفاها والدنيا تمام معاهم، مفيش فيها مشاكل، بس هم مش عارفين هي ليه تمام. وهيجي في وقت من الاوقات مع ترندات جديده، مع دايركشن جديد، مع تفكير جديد، مش هيبقى فاهم. وخصوصا في سوق زي سوق الجرافيك ديزاين بالذات، كل يوم بيبقى فيه حاجات جديدة، وكل يوم بيبقى فيه ترند جديد، وكل يوم بيبقى فيه يعني انا مثلا بعيد عن القصة دي بقالي سنين، يعني سنة ونص مثلا ما تعرضتش لحاجة قوية قوي، اشتغل على بروجكت قوي قوي او حاجة. ده مخليني طبعا بعيد لما مثلا حاجة بتطلب مني، او حاجة ليها علاقة بالبراندنج، عشان بحب البراندنج اكتر يعني. فبحس دايما مش عارف اطلع افكار كويسة بسبب الترندات اللي موجودة. فطبعا بحاول ارجع وبحاول اتفرج وبحاول اشوف ايه اللي فاتني، إيه الحاجات الجديده اللي موجوده. طبعا في حاجات بتسهل على الواحد، تولز جديده بتسهل على الواحد السيرش وان هو يطلع افكار. بس القصد ان انت مجرد ما بتبعد في حاجات كتير بتروح منك. ماشي، هو الموضوع في الجرافيكس ممكن اسهل من هندسه، بس التغير فيه عالي. حاجه كده زي البروجرامنج، انت لو غبت في الوقت اللي احنا فيه ده 3 شهور ما بتتعلمش حاجه جديده من الحاجات اللي بتظهر، ادي نفسك سنة كمان وهتبقى بره اللعبة. بس اتمنى الفيديو ده يكون مفيد لاي حد عايز يبدأ اي حاجة، وانا غالبا هنزله من غير مونتاج، وزي ما تيجي تيجي بقى. يلا، سلام.